في موضوع بدي اطلب منكم راسلت الاخباريه يا ريت بس محطه من المحطات الرسميه اعلنت الحداد يا ريت. نحن صاروا اطفالنا مجرد ارقام، ارتقى عدد من الشهداء، هذا اللي شاطرين فيه نحن. نحن هدول واجبر يقتلوا عنه. انا عم شيل عشلاء وابني مرأة من جنبي باشرته، كلهم محمد هدول، كلهم اولاد كلنا نحن دولتنا لو بتحترم هالشعب هذا اللي له صامد 4 سنين، وزير الداخلية بيستقيل، وزير التربية بيستقيل، محافظنا بينشال، اللجنة الأمنية كلها بتتغير. نحن لو نحترم هذا انا قاموا الدنيا مشان مشان أطفال، ما حدا تحرك على مشان أطفال روسيا كلها قامت، أطفال مدرسة. لو أول شيء مسؤول كانت خربت الدنيا، بس لأنهم هدول أولادنا وأطفال وبأعمار من 5 6 سنين ل 11 سنة ما حبيرد. بالشام بيعملوا اعتصام. لو سمحت أنا عم بيعملوا حيدار. لو سمحت كلمتين نضاف لجريدي وسخة. نحن اللي فيه نتيجة لمقدمات تقصير أمنية. نحن كشعب نطالب بمحاسبة اللجنة الأمنية وإحاطة القضاء العسكري. نقطة وانتهى. واللجنة السياسية المسؤولين في حمص كله مسؤولية مباشرة على الدولة محاكمة اللجنة الأمنية وإحاطة القضاء العسكري والتحقيق معها. نحن ما بنحاكم صغار، بنحاكم الكبار، المسؤولين في المحافظة هن المسؤولين عن أمننا. هذا اللي عم بيصير تقصير أمني، ما له تفسير آخر. نطالب بمحاسبة اللجنة الأمنية مجتمعة وإحالتها إلى القضاء العسكري، واللي بيحترم حاله بحيله.